تبدأ قصة الفيلم وهي عائلة مكونة من 4 أفراد، هم الأب جيري والأم كارين وبناتهم، ويكونون طالعين يتسوقون مثل كل مرة لحد ما يحسون بحركة غريبة بالشارع ويشوفون هليكوبتر مرت من فوقاهم. خلال 5 دقايق بس فيشغل جيري الراديو ويسمع منظمة الصحة العالمية كانت تتبع آخر الأخبار عن مرض غريب يصيب الناس واللي تبدأ بتايوان وانتشر بأكثر من 12 دولة بالعالم. ويشوف جيري انه اكو شرطي فات من يم سيارته وكسر المراية، فنزل يجيبها من الارض ويلقى شرطي ثاني يقول له يركب سيارته بسرعة وما ينزل من عندها ابدا. فبهالاثناء تجي سيارة وتدوس على الشرطي والسائق مالتها يمشي باقصى سرعة ويدعم كل السيارات، فيروح جيري وراه السيارة لأن هي سوت له طريق ويكون أبدا ما فاهم اللي دا يصير، لحد ما تجي سيارة إسعاف تضرب سيارة جيري ويسوون حادث هم الاثنين. وبعدها نشوف الناس تركض مثل المجانين وكأنه أكو أحد يطاردهم، لحد ما الناس يصيرون واحد يهجم على الثاني ومن غير اللي يهجم على السيارات المقبولة ويضرب راسه بالجامة مالت السيارة على مود يكسرها ويوصل للي بداخلها. وكل هذا ويكون جيري يشوف كل اللي دا يصير، ويشوف قدامه واحد يتعرض للعض من وحدة شكلها غريب ويتحول ويصير نفس اللي عضته بمجرد ما ينعض من عدها، ويصير يتصرف مثلها بالضبط ويكمل عض الناس اللي حواليه. فيصعد جيري هو وعائلته بأول سيارة يشوفها قدامه ويهربون بيها، وحواليهم الناس تتهاجم وتنعض، ولأن بتهم عندها مشكلة بالتنفس تكون محتاجة جهاز الأكسجين اللي وقع منها أثناء هروبهم. وبهالأثناء تجي لجيري مكالمة مهمة من صديقه تيري ويقول له أنهم محتاجين يرجع لشغله مرة ثانية، وانه راح يدز له طياره تاخذه من المكان اللي هو بيه. وبعد ما جيري يغلق المكالمه يروح الاقرب ماركت على مود يدور على الدول بنته، وتروح كارين تلم الاكل اللي تشوفه قدامها، لكن يهجم عليها اثنين يحاولون يعتدون عليها، ويقدر جيري انه يدافع عنها بالسلاح اللي وياهم ويقتل واحد من عندهم وينقذ مرته منهم، ويطلع من المحل يلقى السياره اللي كان يسوقها مسروقه. فيتجه ناحيه اقرب مبنى ويتصل بصديقه تيري ويقول له على عنوانه وانه راح ينتظر الطياره على سطح المبنى أول ما تطلع الشمس. ويركضون كلهم للمبنى ويحاول جيري يقفل الباب الرئيسي وراه، لكن الزومبي يقدرون يدخلون ويبقون يصعدون الدرج حتى ياكلونه هو وعائلته لحد ما يوصل الشقة بيها ناس، فيقبلون يدخلون وياهم على مود يختبئون سوا. ويكون صاحب الشقة موجود هو وعائلته ويجيب أكل وشرب الجيري وعائلته، ومن يشغلون الراديو يسمعون خبر من قسم شرطة الولاية يوصون جميع المواطنين أن يبقون ببيوتهم وما يطلعون، وإذا يقدرون يخزنون أكل وشرب يكفيهم أسبوعين على الأقل، وإنه أكو فيروس مجهول انتشر بالولاية. ويبقى جيري مختبئ لحد ما تطلع الشمس، ويخلي على ايديناته مجلات على مود يحمي نفسه من العض إذا قدر، وبعدها يتحرك حتى يصعد على السطح. لكن يتهجم عليهم الزومبي ويحاول جيري يهرب من عندهم لحد ما واحد بيهم يهجم عليه ودمه يدخل بحلق جيري، وبعد ما يقتله يصعد للسطح ويروح يوقف على الحافة مالت السطح على مود إذا تحول يوقع ويموت، وساعتها يحمي عائلته منه إذا تحول. لكن بالرغم من دخول الدم بحلق جيري إلا أنه ما تحول، ويتفاجئون انه ابن الناس اللي كانوا مختبئين وياهم بشقتهم يركض عليهم لان اهله تعرضوا للعض بعد ما جيري وعائلته طلعوا من يمهم. ويروح جيري وعائلته والولد للطيارة ويروحون على سفينة بالبحر عليها البشر الطبيعيين بس على بعد 200 ميل من مدينة نيويورك، ويكون تيري منتظرهم على مود يستقبلهم ويسلمهم الشربايات مالتهم على مود عائلته ترتاح وينامون. ويبلغ تيري انه الرئيس مات ونائب الرئيس مفقود ما يعرفون مكانه، ويروحون على قاعدة التحكم ويكون انتشار العدوى على مستوى العالم، ومثل اي فيروس يكونون يدورون على المصدر مالته على مود يوصلون للقاح اللي ضده. وأطلقوا على المتحولين اسم الزومبي، وأصحاب التسمية هاي هو معسكر كوريا الجنوبية، ويعتقدون أنه مصدر العدوى موجود هناك، ولهذا السبب قرروا يدزون الدكتور فاسباخ المختص بالفيروسات لهناك، ويباوع له تيري ويقول له أنه فاسباخ بعده صغير ومو مالي يروح وحده هناك ولازم يكون جيري وياه حتى يحميه، لأن جيري كان أفضل متحري بمنظمة الأمم المتحدة قبل ما يترك شغله. وبعدها يبلغ تيري أنه إذا رفض يساعدهم وجوده هو وعائلته على السفينة ما له داعي، وبالتالي راح يتبدل مكانه ويا أي شخص راح يساعدهم، بمعنى أنه يقولوا له يا أما يحرس الدكتور فاسباخ أو يرمونه هو وعائلته برا السفينة ويا الزومبي، ويضطر أنه يوافق على كلامهم مقابل يحمون مرته وبناته، ويودع مرته وينطيها موبايل على مود يحكي وياها من خلاله، ويتحرك بالطيارة ويا الدكتور فاسباخ
وينصح جيري إنه ما يسوي أي شغلة من عقله بدون ما ياخذ رأيه بيها، ولازم يمشي ورا الفريق المسؤولين عن حمايته، وتكمل الطيارة رحلتها لحد المعسكر. وأول ما يقربون ما يقدرون يحددون مدرج الهبوط لأن ماكو أحد عايش يساعدهم، وتنزل الطيارة وينزلون كلهم من الطيارة، لكن يظهر زومبي ويقمز على الحارس مالتهم ويقتله. وهنا يرتعب فاسباخ ويركض على مود يدخل بداخل الطيارة، بس رجله تتزحلق ويوقع على الأرض، وللأسف تطلع طلقة من المسدس اللي هو لازمه وتدخل براسه ويموت فورا. وبعدها تظهر قوات الأمن على مود يأمنون الجيري ويروحون على القاعدة مالتهم، ويعرف جيري منهم إنه الزومبي ينجذب ناحية الأصوات، والطلقات تبطئ من سرعتهم مو أكثر، ولكن ما تقتلهم، بس لو الطلقة إجت براسهم تقضي عليهم تماما. وبعدها يروحون على غرفة يكون بيها 16 فرد، وأول واحد بيها كان ضابط اختفى مدة بدون إذن، وبعدها بلغ إنه هو موجود بالحفلة مالته وأكو رغوة طالعة من حلقه. ولما ننتقل للغرفة هاي كان المفروض ميت، لحد ما هاجم الدكتور اللي يكشف وهو هم تحول مثله، وكل اللي بالغرفة صاروا زومبي، وماكو أي أمل إنه يعرفون أي شيء من الضابط المصاب لأن الغرفة كلها احترقت وحتى السجلات اللي بيها. واللي شاف كل هذا هو الكابتن آليس اللي كان بنفس الغرفة وياهم وهم يتحاولون، لكن ما حد كان وياه لأن ما كان عندهم وقت حتى ينتبهوا له، وقدر إنه يهرب من الغرفة قبل ما ينصاب. وبعدها جيري يلقى واحد مجنون قاعد بزنزانة ويكون من ضمن المخابرات الأمريكية، بس صار مجنون بسبب اللي شافه، ويروح لجيري على مود يسأله شنو صار وياه، ويلقاه شالع كل أسنانه على مود لمن يتحول الزومبي ما يقدر يعض أو يأذي أحد غيره. ويقول الجيري إذا يريد أي إجابات لازم يروح الفلسطين اللي بنوا أسوار عالية واحتموا وراها، ويسأل عن واحد اسمه يورغن، وهناك راح يعرف اللي صار ويصدقه جيري لأن ما عنده غير حل، ويطلب من الفريق أن يتحركون على القدس فورا، ولازم يعبون الطيارة مالتهم بالبنزين بالأول، ويحاولون يتحركون بالبايسكل لحد ما يوصلون للطيارة على مود ما يسوون أي صوت. لكن كارين تتصل بجيري على مود تطمئن عليه، وهو صوت الموبايل يجذب الزومبي ناحيتهم، فيركضون للطيارة وياهم باقي الضباط على مود يزودوهم بالبنزين، وينجح جيري إنه يوصل للطيارة ويهربون من المكان. وبعدها يوصلون لمدينة القدس ويطلبون الإذن بالهبوط على أرضها، وبنفس الوقت يطلبون مقابلة يورغن. وبعد مقابلتهم إليه يسأل جيري هو ليش بنى أسوار عالية وعلى أي أساس كان حاط احتمال إنه هالأشياء راح تصير، فيقول له يورغن إنه الطبيعة البشرية ما تصدق الخطر إلا لما يصير قدامهم ويشوفوه. أي أحد لو سامع عن الزومبي من زمان كان راح يضحك وكان قالوا هالشخص مجنون. وبعدها يروح يراوي اللي سواه بالأسوار وإنه هم يسمحون بدخول الكل بعد ما يتأكدون إنه ما حد مصاب بالمرض، ويكون كل اللي موجودين بداخل الأسوار فرحانين ويغنون بصوت عالي وعندهم مكبرات صوت عالية كلش هواية. وهذا اللي يجذب الزومبي اللي موجودين خارج السور ويحاولون يدخلون بأي طريقة، لحد ما الزومبي يسوون بأجسامهم مثل الدرج، وواحد يصعد فوق الثاني حتى يعبرون السور للجهة الثانية. وبعدها يتم اختراق السور، وتحاول القوات الأمنية أنه يقتلون الزومبي لكن ما يقدرون عليهم. وينتبه جيري أنه الزومبي يركضون بصف رجال كبير بالعمر بس أبدا ما يسووا له شيء. وبعدها يهرب على أقرب طيارة هليكوبتر على مود يبعدون عن المنطقة، ويركضون بممرات محمية بالسياج والحديد، لكن كل الزومبي يقمزون عليها ويدمروها ويلزمون ضابط حتى يقتلونه. وبوقتها الضابط يفتح قنبلة كانت عنده ويفجرهم كلهم، وبهالأثناء جيري يكسب بعض الوقت حتى يهرب من الزومبي اللي طاردهم هو والأشخاص اللي وياه، ويظهر قدامهم أعداد كلش هواية من الزومبي منتشرين بكل شوارع القدس. وأثناء الهروب جيري لاحظ ولد صغير بنص الزومبي، ومع ذلك ما سووا له شيء، ويظهر انه اكو شغلة مميزة بكل واحد تخلي الزومبي ما يقربوا له، مثل الشاب اللي شافه والرجال الشايب، وهالشي ممكن يكون طرف خيط من العلاج. ويهجم الزومبي على وحدة وياهم اسمها سيجن، وبعد ما يقتل جيري الزومبي يقطع ايد سيجن على مود العدوى ما تنتشر بجسمها، ويبقى ينتظر قدامها 10 ثواني حتى يطمئن عليها هل راح تتحول او لا. واول ما يطمئن عليها يروحون على الطيارة مالتهم، لكن الطيارة يكون اخذها وهرب من المطار، فيحاول جيري يروح على طيارة سفر ثانية على مود يهربون من المكان قبل ما يموتون بيه. ويتصل بتيري على مود يبلغه اللي يعرفه انه اكو ناس الزومبي ما ينجذب لهم، وانه محتاج اقرب مركز طبي حتى يتجه له. وبعد ما يعرف تيري مكان جيري من الطيار يقول له على المركز اللي لازم يروح له، واثناء الرحلة يكون اكو زومبي موجود بخزنة الطيارة واللي يهجم على المضيفة اول ما تفتح الباب، وبعدها يبدون بمهاجمة الركاب اللي موجودين بالدرجة الاولى. ويسمعهم جيري فيقوم على مود يحاول يفصل بين الدرجة الاولى وبين الدرجة الاقتصادية عن طريق الجنط، ويبلغ الركاب انه ما يسوون اي صوت نهائيا. لكن واحد من الركاب يوقع جنطة ناحية الزومبي
الزومبي بالغلط ويجذب انتباههم ناحيتهم ويبدون يهاجمون، ويضطر جيري بلحظتها ياخذ قنبلة من سيجن ويرميها على الزومبي. على مود يسوي فجوة بالطيارة تسحب كل الزومبي منها، ويحاول الطيار ينقذهم على قد ما يقدر، وتنفجر القنبلة وكل الزومبي يوقعون من الطيارة وتتدمر الطيارة، ويقدر جيري وسيجن يطلعون منها ويتحركون للمؤسسة الطبية اللي تيري قال عليها، ويغمى عليهم هم الاثنين قدامها، ويختفي جيري 3 أيام. ولأن ماكو أي أخبار عنه يكون تيري مجبر يخلي عائلته تترك السفينة لأن ما لهم أي فائدة بعد. ويكون جيري داخل بغيبوبة، وأول ما يصحى يلقى نفسه متشتف وأكو 2 حواليه يردون يعرفون هو منو، ويكونون بقلق منه، وقالهم يتصلون من الموبايل اللي وياه وساعتها راح يتأكدون من هويته. ولما يتصلون بالموبايل المفروض كارين هي ترد عليه، بس بوقتها يرد تيري لأن كارين وبناته طردوهم من السفينة. ويفهم جيري إنه مرته وبناته تركوا السفينة، وبعد ما يعرفون منو جيري يعرفون على نفسهم إن هم المسؤولين على المؤسسة، ويطلب منهم فيروس قوي قابل للعلاج. لكن دكتورة المؤسسة تقول إن هم جربوا ينطون كل أنواع الفيروسات للزومبي وما تأثروا. فجيري يقولهم إنه هذا الفيروس مو للزومبي وإنما إلهم هم البشر، لأنه يعتقد إنه هذه هي نقطة ضعف الزومبي، لأن شاف أشخاص غير مرئيين للزومبي ويقررون إنه يسمعون نظريته لأن ماكو قدامهم غير حل. لكن تواجههم مشكلة واحدة، وهي إنه كل الفيروسات موجودة بالجناح بي، واللي يكون مليان زومبي بسبب تحول الناس اللي بي، واللي موجودين بالجناح حوالي 80 زومبي، وأكو جسر يوصل المبنى اللي هم بي بالجناح بي، وهم قافلين الباب نهائيا حتى ما حد يعدي منه. ومع ذلك لازم يكون أكو متطوع حتى يحقن نفسه بالفيروس المميت. ويواجه واحد من الزومبي، ويقرر جيري إنه هو اللي حيكون المتطوع، وراح ياخذ وياه دكتور المؤسسة لأن يعرف ممرات الجناح كل زين، وتكون وياهم سيجن، ويدخلون للجناح بي ويمشون على كيفهم حتى ما يسوون أي صوت لحد ما يوصلون للباب، ومن يفتحونه يسوي صوت كلش عالي يجذب الزومبي ناحيتهم، وأول واحد يهجم عليهم تكتله سيجن بالمسدس. وبعدها كل الزومبي يركضون وراهم لحد ما يفترقون، وترجع سيجن والدكتور للمبنى الرئيسي، ويلقى جيري نفسه قدام المكان اللي لازم يوصل له، ويدخل الغرفة اللي بيها الفيروس وتكون محمية كل الزين، ويدخلها من باب مؤمن. وبعد ما ياخذ الشغلات اللي يحتاجها يلقى زومبي واقف خارج الباب منتظره يطلع حتى يقتله. ويكون جيري محتار شلون يسوي لحد ما يقرر يحقن نفسه بفيروس، ويجرب الفكرة على نفسه، وبعدها يحقن نفسه وينتظر لحد ما الفيروس ينتشر بجسمه، وبعدها يوقف قدام باب الغرفة ويفتحها. ويظهر انه الزومبي مو متعرف عليه ولا كأنه شايفه قدامه، وتنجح الخطة مالت جيري، ويرجع فورا على المبنى الرئيسي ويفتح ماكينة المشروبات الغازية على مود كل اللي بداخلها يوقع على الأرض، ويركضون الزومبي من ناحيته ويمر من بيناتهم بكل هدوء، لدرجة اكو واحد من الزومبي يضربه بس ما يحس بوجوده أبدا، وينجح بتحديد المعسكر البري اللي عائلته موجودين بيه، ويروح لهم بعد ما يكتشف نقطة ضعف الزومبي. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن تسوي لقاح تمويه للمعافين وينتشر بكل العالم، وتستمر الحكومات بحرق أكبر عدد من الزومبي لأن اللي انصاب ما يقدر يتعالج، ويحاولون يحمون البشر من التحول إلى زومبي. ولهنا تكون نهاية الفيلم.